صباح الخير، صباح السعادة، صباح الجمال على عيونكم يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهاردة جايبه لكم بعد انقطاع طويل حوالي 4 شهور. اكني كده كنت منقطعة عن اليوتيوب او وقفت شغل خالص، ولكن والله ظروف خارجة عن ارادتي وظروف نقل وحاجات كده باذن الله هنبقى نتكلم فيها في الفيديوهات الجاية. فيديو النهارده بقى جايبه لكم لفتاة أجنبية، هنشوفها من أول ما بتصحى من النوم وديكوراتها وترتيباتها والمشتريات وكل ده. طبعا قبل ما اكمل الفيديو بجد حابه اشكركم على كل تعليق وصلني على الفيديوهات. تعليقاتكم دايما بتسعدني، ربنا يا رب يسعدكم ويهنيكم. فعلا احلى عيله. بجد اكتر استفاده طلعتها بالقناه دي هي العيله والتعليقات الجميله اللي بتوصلني من الناس الجميله اللي زيكم. ربنا يسعدكم ويهنيكم. طبعا اي قناه او اي حاجه اكيد في بعض التعليقات السلبيه وكده، ولكن انا اللهم لك الحمد عندي نسبه بسيطه وكمان بتغاضى عنها يعني. دي حاجه. تاني حاجه كنت حابه اكلمكم فيها. كتير قوي من اللي بيعلقوا يعني بيتكلموا ان هي المال والفلوس بصوا يا جماعه، احنا مش هننكر ان طبعا المال ليه دخل رهيب، او يعني المستوى اللي بيبقوا عايشين فيه. انا لما هاجي ابث فيديو او هنزل لك فيديو، بنزل فيديو يديكي طاقه ويديكي حماس ويخليكي تعرفي ان انت تقومي وتاخدي افكار جديده. فانا عشان اخد افكار جديده وعشان انمي فلازم هشوف حاجه اعلى، فابدا اخد فكره من هنا وفكره من هنا فارتقي ببيتي. لكن احنا لو جبنا بيوت عاديه طبعا متوفره جدا عادي، وكلنا على فكرة بيوتنا زي بعض. طبعا في فرق وفي حاجات فروق اجتماعية ما بين البيوت وبعضها وما بين البشر وبعضها، ولكن اللي بيثبت اصلا والاساسي هي قناعتك البشرية، هي اللي بتخليكي اسعد انسانة في الوجود. فما تشغليش نفسك سواء بالمال سواء بالحاجة. انا اهم حاجة وده اللي هممني في الموضوع، ان انا يكون المتابعين بتوعي عندهم رضا وقناعة، ياخدوا افكار، يستفادوا من كل حاجة. اتمنى ان كل فيديو ببثه تطلعي بيه بفكرة تخلي ليكي هدف، او تنمي بيتك وتستفادي منها. مش ابدا الغرض ان انت تملي من عيشتك او ان انت تسأمي من حاجة او ان انت تقولي ما هم دول عايشين او حاجة. لا والله ابدا خالص، بالعكس انت ممكن بيتك الصغير الجميل ده يكون فيه راحة رهيبة غيرك مش لاقيها. فيا رب اتمنى ربنا يسعدكم ويهنيكم ويرزق كل واحدة فيكم على قد ما تتمنى. معلش طولت عليكم في الموضوع ده، ولكن كنت حابة ان انا الرسالة اللي انا عايزة اوصلها من خلال الفيديوهات تكون واصلة بطريقة صحيحة. هرجع بقى الفيديو النهاردة زي ما شفنا، عملت الحاجات وبدأت خلصت طبعا التويلت الخاص بيها ودخلت على غرفة الغسيل. وطبعا جايبالك عشان بس اوريكي الفكرة عشان توضح اكتر. غرفة الغسيل اللي قدامك دي ما كانتش ابدا بالطريقة دي وما كانتش بالديكور ده. لو شفتيها هجيب لك فيديو ليها كمان شويه، بسيط جدا بسيط جدا، واقل ما يقال عنها ان هي اوضه كراكيب، ولكن ما شاء الله حولتها لقطعه جماليه جدا. المهم خلصت، حطت الغسيل اللي عايز يتحط في الغساله ودخلت بقى على الدريسنج روم بتاعها، بدات تشيل كل حاجه وتنظف وتعقم وترص الغسيل اللي طلعته من الغساله او الغسيل اللي شالته، وبدات تفتح الادراج وتنظف كل حاجه. وطبعا احلى حاجه يا بنات المنظمات بتفرق جدا. انت عارفه لو المنظمات حتى لو غاليه انت ممكن تعملي ولو حاجات بسيطه دي اي واي، وباذن الله هبقى اعمل لكم فيديوهات عن الحاجات دي سواء للعرايس او لو انت ست بيت نعملوها مع بعض ونستفاد بالافكار الجميله دي. نحاول ان احنا ناخد الحاجه ونعملها بالادوات المتوفره عندنا. بعد كده دخلت على المطبخ، بدأت بقى تلمع اللي عايز يتلمع وترص اللي عايز يترص اهو. بدأت تلمع غسالة الأطباق، الأفران بتاعتها، التلاجات، كل ده. وطبعا نصيحتي ليكي زيت جونسون تحفة تحفة يا جماعة. او لو عندك زيت عطري حطي على منديل ولمعي بيه الأجهزة، بيسيب لها ريحة ولمعة تحفة جدا. بعد كده بقى بدأت تنظم الكراسي وتكنس تحتيها وتمسح وتشوف ايه اللي ناقص في المطبخ وتبدأ تحطه عشان يبان بالشكل الجمالي ده. وبعد كده اكتشفت انها نست نفسها كل ده وما عملتش مج النسكافيه، فقالت تعمل مج وتفصل عن اللي هي عملته شويه. فاكتشفت ان القهوه بتاعتها جهاز ناقصه حاجات، فبدأت ترص اللي عايز يترص بحيث ان هي وهي بتشرب برضو ما تأثرش في البيت وتكون مستمتعه.
على فكره النظافه فعلا تحسي ان هي مزاج كده. يعني انا لما كنت منزله فيديو للمراه الجزائريه والمراه المغربيه وقعدت فعلا اشكر فيهم بجد ما شاء الله، هم مبدعات، سواء التونسيه المغربيه الجزائريه، يا جماعه كل مراه فعلا ليها جمالها وليها رونقها وليها طابع خاص بيها. مفيش واحده وحشه، كل واحده بتتميز عن التانيه بحاجه. فربنا يبارك لكم يا رب في بيوتكم، ودايما تكون عمرانه بالخير وبالبركه، وتشوفوا الخير دايما في اولادكم. خلصت طبعا المطبخ، وبعد كده جالها بقى ايه، اوردر ثمين ما شاء الله، براويز من الكبيره دي اللي هي الديكورات هتعلقها على الحيطه. الحاجات دي طبعا يا جماعه عشان برضو اثبت لكم وجهه نظري في الفيديو، ممكن تكون غاليه، ولكن انت ممكن تعمليها بمنتهى البساطه. وهنزل لكم برضو طريقه عمل الديكورات اللي هي البراويز دي بطريقه مبسطه جدا. بجد قعدت الفتره اللي فاتت احاول اجمع لكم افكار بحيث ان احنا نوصل لبيوتنا لدرجه كويسه جدا ونرتقي بيها. لان فعلا التعليق اللي كان بيوصلني اللي هو بيقول لي المال ومش عارفه ايه، كنت بتضايق جدا والله، لان احنا كبشر او كنساء عايزين بيوتنا تبقى احسن حاجه لاولادنا، عايزينها مصدر طاقه ومصدر الهام ومصدر راحه نفسيه. فكل ده بيحتاج ان احنا اللي نعمله بنفسنا، والمرأة طبعا ليها عامل كبير لان دي المملكة بتاعتها فهي اللي بتزينها. فكان كل اللي شاغلني الفترة اللي فاتت ان انا اجمع لكم افكار مختلفة، سواء حاجة غالية اقدر اقدمها لكم بتكاليف قليلة، بحيث ان انا هرتقي ببيتي وانتوا ترتقوا ببيوتكم، ونعمل افكار جميلة جميلة مع بعض باذن الله. دخلت بقى على حمام الضيوف وبدأت تنظف فيه. واوعوا تكونوا زهقتوا من الكلام الكتير اللي بتكلمه ورا بعض، حاسه ان انا خلاص زوري وجعني يا بنات، بس حابه ان انا اقول لكم كل حاجه، وحشيني جدا والله العظيم. بدأت تحط بقى ديكورات بسيطة وبدأت تلمع الحاجة. ولو لاحظنا ان الديكورات على فكرة في الأماكن هتلاقيها يعني هي عندها ديكورات كتير، ولكن بصوا يعني الطقم الذهبي ده هي حاطه منه في التويليت وحطت منه هنا، فده لا يمنع ان هو ممكن يكون هو نفس اللي في التويليت جابته في فيديو تاني وحطيته هنا واحنا زي العاقلين بنشوفه خلاص. ولكن قصدي ان الغرض من الفيديوهات دي تقديم افكار مختلفه، وانتي طبعا اللي بتزيني بيتك بالطريقه اللي انتي عايزاها. اللي عجبني في فيديوهات المرأة دي انها بتعتمد على الزهور والورود، حاجات بسيطة ولكن بتدي رونق وشكل جمالي للبيت. هتبدأ بقى تزين السفرة بتاعتها بأشكال مختلفة، وهوريكم النهاردة جبت لكم طريقتين ليها وهي بتزينها. بصوا انا عجبني اللون ده قوي ما شاء الله مريح. حطت الورود وبعد كده بدأت تزين الأطباق وتقدمها بالطريقة الجمالية اللي انتوا شايفينها دي. الفاز الكبير ده بقى بصوا يا جماعة هي بتقدمه بكذا شكل. يعني عندها الورود ما شاء الله عندها كتير فعلا، هي ورود صناعيه هي غاليه فعلا الايام دي، ولكن احنا ممكن نستبدل باي حاجه او نحاول يعني ان احنا نستخدمها باي شكل من الاشكال بحيث ان هي تضيف لنا. طبعا هي بصوا لما كان شكلها وحطت فيها الورود، لما غيرت شكل الورود اختلف الشكل تماما زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. انا جبت لكم الشكل الاولاني والشكل التاني. قصدي ان بلمسه بسيطه ممكن تعملي ديكور مختلف وتجديد مختلف من بيتك وانت مش واخده بالك. يعني مجرد ما تنقلي حاجه من الصاله تحطيها في اوضه الاطفال وهكذا. يعني دي بقى الغرفه اللي كنت بقولك عليها، غرفه الكراكيب اللي هي هتحولها زي ما هنشوف دلوقتي لغرفه الغسيل. بصوا يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك، عملت الدواليب وظبطتها بالرخامه، عطى شكل جمالي جدا. بعد كده بدأت بقى تزين الحاجات زي ما شايفين. الزرع طبعا الأخضر بيدي شكل جمالي جدا. ولو لاحظتوا ان الفازة الذهبي اللي فوق اللي في الرف التاني دي اللي استخدمتها في الحمام واستخدمتها في الصالة، خليكوا عارفين عشان نبقى متابعين اللي بيحصل. قصدي الغرض من الموضوع ان انت بتنقلي الحاجة، ما تخليش عينك تحفظ الحاجة. انت مجرد ما تعملي اي تغيير بسيط في بيتك هيفرق جدا في نفسيتك. بعد كده بدأت بقى تاخد المنظفات بتاعتها اللي هي مستلزمات الغسيل كلها، وبدأت تحطها كل حاجة في مكانها وتعبيها بحيث يكون الشكل منظم وبرضو الشكل جميل زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بقى هتجيب الدوني. طبعا انا كنت مش عارفه ايه ده لغايه ما هي فعلا عرضت، لانها كانت عارضه في فيديو تاني مش ازازه دوني خالص، لغايه ما عرفت. فده دوني يا جماعه، سواء الروز او اللبني ده الاتنين، لان هي بعد كده حطيتهم على بعض في فيديوهات تانية. فدول الاتنين نوعين ولكن روائح مختلفه. وبعد كده جابت المناديل اللي بتحتاجها في تنظيف المكان او بتحتاجها عامه استخدام شخصي، بدات تحطها على الرخامه، وبقى المكان بالشكل الجميل قوي ده.
الركن اللي تحت السلم برضو ما سلمش من ايديها، قالت تعمل فيه ديكور. ممكن انت اي جزء في بيتك متساب من غير اي ديكور، ممكن بديكور بسيط جدا تظهريه، سواء فازة ورد، سواء مرايات، سواء برواز، اي حاجة هتغير من شكله. زي ما احنا شايفين هي عملت كذا تصميم ليه عطى الشكل المبهج ده. بعد كده بقى هتورينا تصميمها لبيتها او تزيينها لبيتها ازاي. بدأت اهي بتغيير بسيط في المكتبة اللي في الليفينج روم، بدأ يظهر بشكل مختلف تاني، وبدأت توزع الاكسسوارات او الحاجات اللي بتزين بيها البيت على البيت كله. وهنلاقي ان اكتر الحاجات اللي بتعتمدها في بيتها هي الورود. الورد يا جماعة فعلا اللهم بارك خطير، حاجة جمالية كده ربانية ربنا رزقنا بيها. ولكن طبعا هي بتستخدم مزيج من الورد البلدي مع الورد الصناعي، فعلا بيفرق جدا في فخامة المكان، بيديكي الشكل رهيب. خصوصا لو انت كيفتي الورد ده مع الفاز اللي انت بتحطي فيه هيديكي شكل جمالي حلو جدا. وده طبعا لو تلاحظوا التابلو اللي هي استلمته في اول الفيديو، ما شاء الله اللهم بارك، شكله جميل جدا مع المكان. بعد كده حبيت اجيب لكم الفيديو ده، كانت احد المتابعين بتوعها طلبوا منها هل ايه بتستخدم كفرات ولا الخداديات موجوده عندها، فطبعا بدات تعرض الخداديات قد ايه عندها. طبعا المكان عندها بيساعد وبرضو المصاريف وكده، لكن انتي مش لازم تعملي كده، ممكن تكتفي بطقمين من الكفرات دي يكون عندك، سواء تشتريهم او تفصليهم انتي وتغيري بيهم ديكور بيتك. بعد كده طلعت لغرفة النوم بتاعتها وبدأت تغير في الديكورات والفرش بتاعها باستخدام الكفرات، وده طبعا هيفرق في الشكل جدا. بس كده اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه قد كده. ما تنسوش التعليق الجميل اللي زيكم، ولو مش مشتركه انزلي بسرعه اشتركي في القناه. مع السلامه.